يا صباح الخيرات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا جماعة، وقولوا لي ان انا شاطرة بقالي فترة. هو حقيقي مش بقالي فترة، هو ممكن يوم كده في وسط الاسبوع تلاقوني نشيطة بقى وصاحية بدري بقى وكده. بس ده طبعا مش بيكون على طول. ولقيت نفسي عايزة اعمل كام حاجة كده، فقلت طب ما اصور معاكم وفي نفس الوقت اعمل، وكمان هوريكم حاجات انا اشتريتها. فتابعوا الفيديو. وكنت عايزة اتكلم معاكم في حاجة كده. حبيت ان انا الفيديو يكون دردشة اكتر من ان هو روتين او حاجة هنعملها مع بعض. وهو ليه دايما ما بنحسش ان احنا مبسوطين؟ يعني دايما بنحس ان في حاجة ناقصة، وان مش ده اللي احنا عايزينه، او ماشي هو حصل بس احنا مش مبسوطين برضو. فده هدردش معاكم فيه في الفيديو النهاردة. حابة ان انا يكون الفيديو حكاوي ودردشة، ولو في حاجة حابة ان انا اقولها لكم هيكون في الفيديو ده، اكتر من ان هو زي ما بقول لكم روتين او كده. اول حاجة بحب اعملها في اليوم اني افتح كده الحاجات، الستاير بقى والشبابيك وكل حاجة تبقى متفتحة، علشان يدخل نور وشمس، وعلشان يبقى فيه هوا كده والجو يبقى متجدد كده، ما تبقاش الدنيا مكتومة. على الرغم ان انا لما بكون فاتحة الشبابيك كتير عندي بيدخل تراب وده اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو النهاردة، لان على طول عندي الشبابيك مدخلة تراب وعليها تراب. وبالتالي الركنة الحلوة دي بتكون مطربة بسبب الشباك. وحتى الشباك بتاع اوضه النوم وشباك الاطفال وشباك المطبخ، كل الشبابيك دي بتكون فيها تراب، وبتطرب الحاجه اللي جنبها. بس بضطر ان انا افتحها، لان طبعا نور ربنا احلى حاجه في الدنيا، والشمس وصوت العصافير وكل الحاجات دي يعني ما ينفعش نحرم نفسنا منها عشان حبة تراب. فالتراب هننضفه، لكن الحاجات دي هنبقى مبسوطين واحنا بنستمتع بيها، ونقول الحمد لله على كل النعم دي اللي احنا واخدين بالنا منها واللي احنا مش واخدين بالنا منها كمان. وحاسه ان انا رغيت في المقدمه كتير قوي، بس خلونا يلا نبدأ الفيديو. انا عاده ما بعرفش ان انا افطر يعني اكل او كده، بس حسيت ان اليوم هيبقى طويل وورايا حاجات اعملها وكده، فقلت اعمل حاجه اكلها، سندوتش بقى الكلام ده. بس في العادي بتلاقوني بعمل شاي بلبن وجنبه اي حاجه صغيره وخلاص يعني. وطبعا بعد ما خلصت شربت الشاي بلبن ده اساسي، بس يعني قلت خلاص مش هوريكم كده، يعني بوريلكم الموضوع ده كتير. المهم ان انا بدأت هنا بالصالة، الشباك كان مليان تراب والركنة وكل حاجة، كل ده هتشوفوه في الفيديو. انا بحب ان انا اشفط الشباك بالمكنسة، بدل بقى ما الدنيا تطرب بقى اكتر وكده. لا، بحس ان الموضوع ده احسن، التراب بيروح على طول. وفي نفس الوقت لما باجي ألمع بحس ان انا بلمع كده على نظافة، فبحس ان المكنسة بتفيدني قوي في النقطة دي اللي هي بتاعة الشباك. خلوني بقى اتكلم معاكم في موضوع الفيديو اصلا اللي انا كنت عاملاه علشان اتكلم معاكم فيه، وهو ليه دايما مش بنحس ان احنا مبسوطين؟ ليه دايما بنحس ان هو لا، مش ده اللي احنا عايزينه، لا في حاجة احسن من كده، لا طول الوقت حاسين ان احنا مش راضيين؟ فهو عدم الرضا اللي بيعمل كده، دي اول حاجة. ممكن عادي حد يكون راضي وكل حاجة يقول انا راضي والكلام ده، بس في ناس معينة كده بتبص في حياة غيرها، او مش في حياة غيرها، او مثلا بتشوف غيرها عامل حاجة معينة، فبتبقى متخيلة ان الحاجة دي لو انا عاملة الحاجة دي كانت هتكون كويسة وكانت هتبسطني وياريتها كانت عندي وكلام من ده. فبيبدأ الواحد يحس ان هو لا، انا مش مبسوط، انا عايز الحاجة اللي غيري ده عملها او اللي غيري دي عملتها، علشان اكيد كنت هبقى مبسوط لو الحاجة دي عندي. ودي اول حاجة في طريقكم للخنقة والزعل، واحساس ان احنا لا، احنا الدنيا مش، احنا الدنيا جاية علينا، هو احنا مش المفروض نبقى في الحتة دي. فدايما خليكوا قارنوا نفسكوا بنفسكوا. انا كنت زمان بعمل كذا، دلوقتي بقيت اعمل كذا. انا كنت زمان في مكانة معينة، دلوقتي لا، بقيت في حاجة احسن. فلو قارنتي نفسك بنفسك هتلاقي نفسك بقيتي احسن ومبسوطة وراضية. وبالعكس لو انتي حاسة ان في حاجة بقت اوحش فيكي، فانتي هتعدليها كمان. فدايما دايما شيلوا من دماغكوا الجزء بتاع دي بصي دي سافرت فين، انا لو كنت سافرت زيها انا كنت هبقى مبسوطة، انا عرفت انا مخنوقة ليه ومش مبسوطة ليه.
بصوا دي اشترت ايه، انا متأكدة ان انا لو كنت اشتريت الحاجة اللي زيها انا كنت هبقى مبسوطة. شيلوا دي من عندكم، لان انتوا لو عملتوا نفس الحاجة دي مش شرط ان انتوا تنبسطوا يعني. وبرضو الشخص اللي قدامكم اللي انتوا بتبصوا عليه وتقولوا بيعمل ويسوي و... ومتخيلين ان انتوا هتبقوا مبسوطين لو عملتوا الحاجة اللي هو بيعملها، وارد يكون في جزء في حياته انتوا ما تعرفوهاش، والجزء ده مزعله خانقه، اكيد عنده حاجة هو مش مبينها لكم. وحبيت ان انا افصل شوية عن اللي انا كنت بقوله. كنت هنا بوريكم الستاير بعد ما لمعت يعني حسيت ان المنظر حلو، فقلت لازم اشارككم المنظر ده. ودلوقتي بقى هدخل بقى على الركنة كانت حرفيا يا جماعة كان فيها كمية تراب، يعني ما ينفعش يتنفض كده، اللي هو يتنفض كده ويتشال. يعني هو انا مش بعمل بالمكنسة اللي هو استسهال او لا هعمل بالمكنسة بقى وخلاص، لا بجد بتبقى محتاج، ما ينفعش يتنفض حرفيا. ممكن يكون مش باين لكم في الفيديو لان طبعا التصوير مش موضح قوي، بس لا كان تراب فظيع يعني. فعلشان كده اضطريت ان انا بقى امسك الركنة كلها اعملها بالمكنسة حتة حتة بالجزء بتاع الركنة اللي انتوا شايفينه اللي هو الصغنن ده. هي طبعا انتوا عارفين بيبقى معاها قطع وكده، فانتوا بتبدلوا بقى وتشوفوا مين هتعملوا بيه ايه يعني وكده. فشلت الجزء اللي هو اللي فوق ده وعملتها بقى من جوه، كان فيها حاجات كتيرة مش تراب بس فعملتها. وبعد كده نضفت برضو الجزء اللي بيبقى محطوط من فوق ده اللي هو الاسفنج نفسه ده، وحسيت ان هي فعلا التراب راح منها وبقيت احسن يعني كده، وبقى شكلها فريش كده، اللي هو بتقولي شكرا شكرا ان انتي نضفتيني واخيرا قمتي من مكانك ونضفتيني، يعني لان انا بعملها كل فين وفين. خلونا بقى نكمل لموضوعنا اللي انا حاسه انه يعني ممكن يفرق في حد واحد من الناس اللي بتسمع الفيديو، فهكون مبسوطه جدا لو ده حصل. تاني حاجه برضو في ان انتوا متحسوش ان انتوا مبسوطين، ان بعد ما توصلوا يعني انتي بتسعي لحاجه معينه وعايزه توصلي لها، بعد ما توصلي بتحسي ان هو ايه ده، هو انا ليه مش مبسوطه، انا خلاص خلصت ووصلت للحاجه اللي انا عايزاها، انا ليه مش مبسوطه. بيجيلكوا كده احساس لحظي كده اللي هو لا، هو انا كنت فاكره ان انا هبقى مبسوطه اكتر من كده. ما ترفعوش سقف احلامكم للحاجه، انتي نفسك في حاجه معينه تعمليها وبتحاولي توصلي لها، انبسطي وانتي بتوصلي لها، مش تفضلي بقى مخنوقه ومتضايقه وانا عايزه وانا هسوي وانا هعمل، ولما توصلي تلاقي نفسك ايه ده، هو انا ليه عادي كده بعد ما خلصتها. فعلشان كده بقولك انبسطي في العمايل نفسها علشان لما تخلصي يبقى في حاجه انبسطتي بيها. اديكوا مثل بسيط قوي، مش عارفه ازاي هقول حاجه زي كده، يعني هديكوا مثل على نفسي. انا دلوقتي شغاله على القناه بتاعتي بقالها دلوقتي 4 سنين انا شغاله عليها. القناه حرفيا هي مش جايبالي فلوس ولا ربح ولا اي حاجه، انا ما باخدش منها، والله العظيم ما باخد منها جنيه، انا بالعكس انا بدفع. فانا المفروض دلوقتي اكون في مرحله اللي هو انا ما وصلتش للي انا عايزاه، انا مخنوقه انا متضايقه. طبعا بيجي عليا اللحظات دي، اكيد انا بني ادمه ولازم يبقى عندي احساس وشعور، بس الفكره ان انا بنبسط وانا بصور الفيديو، بنبسط وانا بعمله ايديت، وانا بكلمكم دلوقتي مبسوطه وبظبط الفيديو عشان انزله لكم، ببقى مبسوطة وانا بشارك معاكم حاجات كده معينة. فبحس ان هو لا انا مبسوطة، انا بنبسط وانا بعمل الحاجة، مش مستنية بقى المقابل بتاع القناة، جه ما جاش، جه متأخر، جه قليل عن ما انا متوقعة، ايا كان اللي هيجي انا مش حاطة سقف او مش عارفة، يعني مش عايزه اقول لكم ان انا محدده حاجه معينه علشان لو ما جاتش الحاجه دي ما ازعلش. لا انا حاطه ان هو ان انا القناه دي حاجه بتسلى بيها كده، ومش مستنيه منها حاجه جت ما جاتش انا مش مستنياها، لو جت هنبسط طبعا. هو مثال سخيف شويه ان انا يعني اقول على نفسي كده، بس تمام يعني. بس انا عايزاكم بقى تمشوا بالكونسبت ده بقى في كل حاجه بتعملوها، اي حاجه بتعمليها، اي حاجه نفسك فيها، اي حاجه، ما تستنيش حاجه معينه، وانبسطي باللي انت بتعمليه، فهتلاقي نفسك تمام، انا مبسوطه مش متضايقه من حاجه. بصوا هنا انا كنت يعني كنست بقى الصاله نفسها كنت خلاص نضفت الركنه ورصيت كل حاجه وكده، كنت مبسوطه بالشكل فقلت لازم بقى اوريهولكم كده. وده يا جماعه معطر انا اللي عاملاه، انا فخوره بنفسي يعني، لا بجد انا فخوره بنفسي، المعطر ده انا عاملاه، برش منه على الستاير وعلى الفرش وكده. بس طبعا كده كده الجو شمس فما بقلقش لان هو في جزء ميه يعني وكده، فما بقلقش ان هو يكون فيه ميه يعني، ما عنديش مشكله.
برضو برش على السجادة منه وكده، بس كده كده في هوا داخل وفي شمس داخلة، فالدنيا قشطة يعني، فاهمين قصدي. وقلت خلاص بقى اكمل بقية الشقة بالمكنسة زي ما عملت الجزء بتاع الركنة، عملت بقى بقية الشقة وكده. الفيديو ده يا جماعة انا مصوراه من فترة، وحرفيا كسلانة ان انا اعمله اديت وانزله. لو تاخدوا بالكم ان انا بقالي فترة ما نزلتش حاجة على القناة، مش عارفة ليه كسلانة. طبعا الحر بيعمل مود كده وحش، فكان مودي وحش مش عايزة انزل حاجة. ف... فانا عاملة الفيديو ده من فترة، يعني المفروض ان انا منضفة وملمعة بقى الشقة، يعني انا مصورة معاكم وانا بنضف. بس بعد ما خلصت انا، بعد ما قفلت الكاميرا يعني وكده، مسحت الشقة ولمعت كل حاجة، كانت الشقة بتنور. تعالوا بقى شوفوا الشقة دلوقتي. يعني ليه كده؟ يعني موضوع بجد التراب ده حاجة صعبة. والحمد لله، الحمد لله. انا مش عارفة الفيديو ده هينزل لكم امتى، يعني انا هظبطه وهعمل له ايديت وكل حاجة، بس برضو الكسل لسه مسيطر عليا، فانا مش عارفة هينزل لكم امتى بالظبط. انا كنت خلاص بقى خلصت كل حاجة، وكنت بوريكم بقى الدنيا وهي متظبطة ولمعت كل حاجة بقى زي ما قلت لكم، حتى يعني المروحة دي لمعتها وخليتها زي الفل والكلام ده. ف يعني كنت مبسوطة بصراحة، بحس ان اكيد كلنا بنفرح قوي لما بنلاقي الشقة كده نطفت كده ومفيش تراب. اهم حاجة، اكتر حاجة بكرهها التراب. طبعا كنت حرانة ومفرهدة، جبت بقى الكنتالوبية القمر دي، كانت في التلاجة كده مسقعة وبتقولي تعالي كليني، انت سايباني في التلاجة ليه؟ فرحت مقطعاها قطعتها بقى عشان اكلها، وكده كنت حرانة جدا عايزة اي حاجة ساقعة. فهي اللي جت قدامي وقلت لها تعالي انا مش هرحمك، هقطعك وهاكلك. فقطعتها وكده، وبصراحة رطبت عليا شوية، وخصوصا ان كان عدى وقت كبير قوي وانا كنت عاملة بس سندوتش. لو خدتوا بالكم الفطار اللي انا عملته كان سندوتش بسيط، فحسيت ان انا جوعت يعني، اللي هو عشان كده بقى عملتها وكده. ومش عارفة انتوا زيي ولا لا، بس انا بحب الكنتالوب قوي يبقى عصير، بيبقى ولو هو ساقع بقى يا لهوي. بصوا انا عايزه في برضو في التلاجة دلوقتي، عايزه اقوم اقطع وانا بعمل لكم ريكورد قاعده حرانه جدا. وهرجع بقى اشتكي لكم بقى واندب لكم من الشقه الحر بتاعتي واستحملوني. يعني انا هرجع تاني زي الفيديوهات اللي فاتت، اقعد اقول لكم الشقه حر وانا مش قادره ومش عارفه ايه ومخنوقه ومش عارفه اعمل حاجه. هنرجع للاسطوانه دي تاني، فهنستحمل بعض، نزق كده الدنيا مع بعض. ودي كانت اخر حاجة في الفيديو حبيت ان انا اشاركها معاكم. يعني انا اشتريت الشنطة دي من قريب، فقلت ان انا اوريها لكم كده واختم بيها الفيديو. في نفس الوقت هي عادية جدا، فيها كنت بوريكم ان هي فيها سوستتين وكده، وشكلها اللي هو عادية يعني. بحس ان اللون ده بيليق على معظم اللبس، عشان كده جبتها بيج. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة. باي باي.